السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سامي بالحزب الفيدرالي التونسي. اليوم شاهدنا محاولة لاغتيال الصحفي معز بن غربية، وذي رأي المحاولة تاع الاغتيال هي امتداد لمجموعة من الاغتيالات لتطمح عليها حركة النهضة. والمحاولة محاولة اغتيال معز بن غربية وقع تحذير منها من قبل المناظر الفهم بوكادوس، بعد ما حيث صرح بأنه بعد ما تم اغتيال وتصفية الشهيد المرحوم شكري بالعيد باش يجي دور توا تاع الصحفيين. والحمد لله معناها المحاولة ذي وقع إحباطها معناها في اللاك في قهوة من القهاوي في البحيرة. لكن الاغتيالات وقع معناها موافقة عليها من طرف المجرم راشد الغنوشي. راشد الغنوشي وقع معناها التقى بزوز نهضويين اللي هما السيد الفرجاني والعجمي الوريمي، وقع زاد موافقة لاغتيال أهم 4 شخصيات على الساحة التونسية اللي هم الباجي قايد السبسي زعيم حركة نداء تونس، ثاني أهم شخصية هي محمد الحمامي زعيم الجبهة الشعبية، وثالث أهم شخصية في الساحة التونسية. وعندنا كيف زاد طه بن حسين وعمر أصحاب تاع جريدة المغرب. لكن القائمة ذي راهي تعتبر موسعة، تضم معناها الصحفيين وتضم معارضين لحركة النهضة. ها باش نسميكم بعض الأسامي: المناضل نسيه شيبة الملقبة بأم زياد، عندنا كيف زاد رئيسة النقابة تاع الصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني، عندنا كيف زاد طاهر بن حسين تاع قناة الحوار، واسمه ذاك عبد العزيز المزوغي تاع نداء تونس، وبشرى بالحاج حميدة، وعندنا امال الشاهد هذيك صحفية في الوطنية 1، وعلى الشابي تاع قناة التونسية، والمدونة ألف رياحي، وكيف عندنا زاد نوفل الورتاني هذيك تاع قناة التونسية، وعندنا كيف توفيق بن بريك المعروف بالنقد اللاذع لحركة النهضة، وعندنا معز بن غربية اللي هو منع اليوم من محاولة اغتيال، وكيف عندنا عبد الوهاب الهاني تاع حزب المجد، وحبيب القزتغلي ذاك تاع فاكولتي دولات تاع منوبة، ونبيل القروي تاع قناة نسمة. وأول الاغتيالات كما تعرفوا في الليست نوار هذيا هي اغتيال الشكري بالعيد الله يرحمه، وهي راهي امتداد. هذا الاغتيال هذا تاع شكري بالعيد هو امتداد العديد من الاغتيالات. باش نعطيكم اول اغتيال معناها سياسي وقع في تاريخ حكم حركة النهضة، هو اغتيال المناضلة في صفوف حزب العمال الشيوعي كاهنة بن حسين. هي تعتبر معناها من السيان معناها تلميذة في صفوف حزب العمال التونسي، معروفة معناها بتسيسها للشيوعية وميولاتها اليسارية. كيف زاد وقع زاد اغتيال زاد عندك عبد الفتاح بن عمر بالسم، وكيف زاد وقع اغتيال المرحوم طارق مكي زعيم حركة الجمهورية الثانية بالسم، وقع اغتياله بالبولونيوم هذه سبستانس راديو اكتيف، واغتياله في ظروف غامضة جدا. وإلى معناها تم مؤخرا معناها اغتيال المرحوم شكري بالعيد. والهدف من الاغتيالات السياسية ذي هو تركيع الشعب التونسي وإخضاع الشعب التونسي لديكتاتورية حركة النهضة، وباش تحكم تونس
مدة طويلة كما 20 سنة 30 سنة إلى أن يتم قضاء على أي نفس ثوري وعلى أي نفس ديمقراطي في البلاد التونسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.